السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبورتس بيزنس. أنا معكم عبد الرحمن الشويخ، والنهاردة هنتكلم في موضوع أنا شايفه بالغ الأهمية وخطير جدا على مستوى الرياضة في مصر تحديدا، وهو موضوع الاستثمار الرياضي. والحقيقة إن دايما الفترة الأخيرة في سؤال مطروح جدا، سواء إذا كان نادي بيراميدز هيكمل أو هيقفل، ونادي فيوتشر هيتم بيعه لنادي البنك الأهلي ويتم دمجهم، وكلها أخبار وتقارير متداولة ما فيش أي تأكيدات ليها. لكن السؤال المهم جدا هو أنا لو عايز أشتري نادي في مصر سعره يعمل كام؟ لو مستثمر عايز يشتري أي نادي في مصر سعره يعمل كام؟ الأول لازم نفهم الآلية اللي من خلالها بيتم بيع وشراء الأندية. إزاي أقيم النادي؟ تقييم النادي بيكون وفقا لحاجات. إيه هي الحاجات دي؟ جزء منها هو الأصول الخاصة بالنادي، وطبعا بالنسبة لنادي بيراميدز أو نادي فيوتشر أو غيرهم من الأندية الخاصة اللي هي ما عندهاش مكان ومستأجرة مكان واخدة الترخيص وما عندهاش أي أصول، اللي هو الملعب، ملعب للتدريب، استاد، مباني خاصة، أي حاجة من الحاجات دي ما عندهاش. فبالتالي هو هنا مفيش أصول علشان نقدر نقيم بيها السعر. الجزء الثاني الأصول المتداولة، وهي الإيرادات مثلا بتاعت نادي في مصر أو في العالم كله، علشان نعرف إيه هي الإيرادات بتاعت كرة القدم. إيرادات كرة القدم هي بيع اللاعبين، أكاديميات، حقوق تجارية اللي هي الإعلانات والمعلنين والرعاة، حقوق بث تلفزيوني وهي بيع المباريات، بيع حقوق عرض المباريات على القنوات، والجزء الهام جدا وهو التذاكر الخاصة بالمباريات. طيب احنا في مصر لو مثلا انا هتكلم عن نادي بيراميدز هل عنده جمهور بيحضر؟ عنده تذاكر بتتباع او غير بيراميدز اي نادي تذاكر المباريات لا تمثل اي دخل ضعيف جدا، فاذا ده صفر. طيب بالنسبة للبث التلفزيوني اعتقد انه يعني ما يوصلش 15 مليون جنيه في السنة ايرادات بيراميدز من البث التلفزيوني، ممكن تزيد شوية او بتاع، لكن ما فيش. المعلنين هو اعلان واحد على تيشيرت الفريق. طيب النادي ده هتشتري فيه ايه؟ يعني انا راجل عايز ادفع فلوس، بستثمر، هدفع فلوس. الفلوس دي هفضل اضخ في استثمارات مثلا. يعني خليني اتكلم، مش هقارن بالنظرة العادية في مصر، اللي هو انت معتقد ان انت هتحط في النادي جنيه فالشهر الجاي هيجيب لك جنيه وربع ولا لا. احنا هنتكلم زي اللي بيحصل في العالم كله، اللي هي انت بتدفع مبالغ مالية، بتضخ استثمارات لعدد من السنوات، تدريجيا بيتقلص العجز، ثم يتحول إلى إن الإيرادات تقترب من توازي المصروفات أو تكون قريبة منها، ثم تبدأ تدريجيا تتحول إلى أرباح. لو ما تحولتش إلى أرباح فأنت بالفعل هتبدأ، لو فكرت تبيع النادي هيبقى عندك الرصيد الكافي من الإيرادات والعوائد المستقبلية. يعني مثلا ممكن أنا وقاعد كده أقول هيبقى عندي خطة أعرف من خلالها احنا ماشيين ازاي. فانا الفترة دي الرعايات بتاعتي بتجيب ب10 جنيه، فممكن السنة الجاية هتبقى 12، اللي بعدها 14، اللي بعدها 16، وهكذا. التلفزيون دلوقتي بيديني 15، فهيبقى 20، 25، 30.
فيحصل نمو. المصروفات بتاعتي بحاول اتحكم فيها. السنة دي انا جبت لاعبين مثلا بقيمة 100 مليون، فالسنة الجاية اجيب ب 25. فهي الموضوع مش فكرة ان انا كل سنة هدفع. فالاستثمار الرياضي في مصر عندنا مبدئيا أندية خاسرة تماما، ما حدش بيكسب، ما فيش أي عوائد نهائيا مطلقا، خسائر وخسائر كبيرة جدا. اللي بيدفع فقط الناس اللي هم أصحاب هذه الأندية. طبعا انا محدد بتكلم عن نموذج بيراميدز ونموذج فيوتشر، لانه هما نموذج سواء ملكيه فرديه او ملكيه جماعيه خاصه، بعيده عن ظهير ليها اللي هو الشركه، اللي هو على طريقه مثلا نادي سيراميكا كليوباترا، هو في شركه ومن خلال الشركه دي بيبقى في معلن للشركه او كذا. البنك الاهلي معلن للشركه او وهكذا، انبي وهكذا، سواء قطاع اعمال او شركه خاصه او شركه حكوميه، او في الاخر هو نادي العاملين بشركه كذا في النهايه. فبالتالي هو نوع عنده ميزانيه في السنه، بيطلع ميزانيه للدعايه والاعلان. الميزانيه دي مثلا بتبقى 300 مليون، فبيطلع منهم 150 مليون لفريق الكوره، وبيبقى عنده الدعايه من خلال فريق الكوره. ده موضوع. لكن فكره ان انا لو كشخص كبني ادم فكرت ان انا اعمل التجربه دي زي بيراميدز وزي فيوتشر، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت مطالب اني توفر لنفسك كل العوامل اللي من خلالها تجلب لك موارد، والموارد دي المفترض انها تغطي ايرادات، تغطي المصروفات، او تبقى موازية ليها. فاذا ده مش هيحصل، وده مش حاصل، وما اعتقدش انه هيحصل قريب، قدامنا وقت طويل جدا. لكن لازم ننتبه، اللي اي حد بيفكر يبقى معاه نادي يعمل ايه؟ لازم يبقى عنده خطة من خلالها طموحاته ما تعلاش عن الطبيعي. ايه هو الطبيعي؟ ان انا لازم ابقى عارف انه الموارد بتاعتي هي دي. فانا اشوف ممكن استثمر في لعيبة، يبقى عندي قطاع ناشئين كويس اشتغل عليه، ما اصرفش عليه كتير، ومن خلاله ابيع لعيبة، من خلال اللعيبة دي ابدأ اصرف على الفريق، اجدد وانوع. لكن انت علشان تستنى في الوقت الحالي ان انت تستفيد من رعاية تجارية او تلفزيونية، صعب. جمهور مفيش. الموارد في مصر صعبة جدا لأي نادي يستفيد منها، مادام ما عندكش نادي اجتماعي تقدر تقوم عليه المشروع بتاعك، أو عندك شركة خاصة فأنت عامل المشروع ده بتاع النادي نوع من الدعاية والإعلان للشركة بتاعتك. فهنا الموضوع منتهى الصعوبة. يعني أنا لو رحت أشتري نادي بالنسبة لي لا يساوي جنيه واحد. ليه؟ لأنه ما عنديش أي طريقة إن أنا أقدر أجمع بيها فلوس. ده حتى العلامة التجارية أول حاجة الناس بتعملها إن هي بتغير الاسم نفسه اللي اتبنى وبقى بفلوس. أنت تقريبا بتشتري الترخيص إلا شيء، مجرد إن أنت بتشتري الاسم بتاع الفريق وبتغير الاسم مجرد إن أنت تبقى موجود في الدوري الممتاز. فهي دي النقطة. حاجة يعني الوضع محتاج تغيير كامل وشامل، ومحتاج إعادة نظر علشان الناس تبقى فاهمة الاستثمار ماشي إزاي في مصر. لكن في النهاية تجربة زي بيراميدز، لو اتكلمنا مثلا من ساعة ما تكون اشترى لعيبة مش أقل من يعني لعيبة ثمنها حوالي 70 مليون يورو، 67 ل 70 مليون يورو. صرف مرتبات على للعيبة وللمدربين بنفس يمكن نفس ما كانش اكتر القيمة المالية. ففي النهاية النادي صارف له مش يعني في حدود مثلا 200 مليون دولار من ساعة ما تكون، ويمكن اكتر. وايه الدخل اللي دخله؟ مفيش. فهي دي النقطة.
انه النادي الدخل بتاعه محدود. انا مش بعيب في التجربة، ولكن بسأل سؤال مهم جدا. احنا محتاجين، او هو مش سؤال ولكن هو رجاء للناس اللي بتدير. لازم نعمل قوانين جديدة ونغير النظام ونفتح المجال للناس ان هي تستثمر بتسهيلات، ونحط قوانين ولوائح. مش اي حد يقولك انا عايز اسحب الاستثمارات بتاعتي فيسحب الاستثمارات بتاعته. لكن في نفس الوقت يعني لازم نعيد النظر في التكوين الاقتصادي الخاص بالمنظومة، لأنه الوضع الحالي ده وضع كارثي تماما. تحياتي ليكم وكل عام وأنتم بخير. كنت معاكم عبد الرحمن شويخ في سبورتس بيزنس بودكاست. شكرا.